طبعا مثل ما طرق بالمواضيع المنتدى والنقاشات اللي حصل انه الداعش طبعا يستند الى فكره ايديولوجيه عقائديه. من ناحيه الدينيه كانت لها تاثير اكثر بلعب دورها بالتنظيم المجتمع وتنظيم المتمردين الذين ينضمون الى الداعش. طبعا التاثير كان يخاطبهم من ناحيه الدينيه والنفسيه والعقائديه. هالتأثيرات طبعا اللي نظم داعش من ناحية الإيديولوجية والتركيز على المجتمع أنه بمحاربة المفاهيم أو محاربة أنه المجتمع أنه من ناحية أنه المتطرفين انه في التاثيرات الاخرى اللي الشعب انه طلعت من مسارها. فنحن بتنظيمنا للمجتمع او من ناحيه الدينيه سنرجع الامه الى رشدها السليم او رشدها الصحيح باسم الاسلام. طبعا هذه التاثيرات التي استندوا اليها باساليبهم التنظيميه واساليبهم او محاربتهم للمناطق التي حاولوا أو شنوا إليها نشاطاتهم أو هجومهم بالاحتلال المناطق التي تداخلت فيها داعش. طبعا الأساس اللي دوره اللي لعبوا فيها برجوع المجتمع إلى العقلية قبل 1500 سنة أو أكثر. وطبعا المخاطبة الأكثر هي الفئة الشبابية أو فئة الجيل الشبابي أكثر شيء بتنظيمه ومخاطبتهم من ناحية الإسلامية. طبعا الهدف الأساسي هو النشر الفكر الأمة الإسلامية بالأساليب الراديكالية أو بأساليب جديدة التي تبناها داعش طبعا بالأساس. وبهذه الأساليب حاولت أن تفرض الهيمنة والسيطرة على كافة المجتمعات والمجتمعات بخاصة المجتمعات الإسلامية اللي كانت دينها أساس دين إسلامي وتخاطب الأمة الإسلامية بهذه الإيديولوجية بهذه العقيدة التي تبناها داعش وبأساليب والفلسفة التي حاولوا أن يكسبوا العطف أكثر لتنظيمهم والانضمام أكثر الفئة إلى صفوفهم. طبعا أثرت هذا النشاط الداعشي وانتشر بفترة قليلة جدا بين كافة المجتمع الإسلامي وخاصة المركز التي داعش استندت إليه وحاولت أن تشكل الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية الخلافة الإسلامية الجديدة. المنطقة بين العراق والشام يعني سوريا، موصل وكانت مركزها العاصمة الموصل والرقة. وبهذه المركزين حاولت أن تنشر كافة نشاطاتها واحتلالها للمناطق التي حاولت السيطرة عليها طبعا داعش. أثرت طبعا على الحالة النفسية المجتمعية لأنه تأثيرات داعش لا نستطيع القول بأنها فقط محصورة كانت بالنشاطات العسكرية أو نستطيع القول أنها كانت حرب عسكري فقط للتحرر كما هن كانوا يتبنون سوف نحرر الأمة وسنحرر المجتمع من الأفكار المعادة للإسلام، من الأفكار والأديان الأخرى. سنحرر الأمة بكاملها وسنفتح الفتوحات الجديدة في كافة العالم. طبعا أثرت هذه العقلية والفكر في جميع النواحي في جميع مفاصل الحياة، فمن ناحية الاجتماعية من ناحية النفسية من ناحية الاقتصادية، لأنه المناطق التي كانت تشن عليها هجمات داعش فكانت تدمر بكاملة. فكل المزارات المعنوية للمجتمعات، فكل القيم المعنوية للمجتمع، فكل الأماكن التاريخية كانت هدفا للهجمات الداعشية. فنستطيع أنه ليس فقط أنه كانت هن كما كانوا يدعون بفلسفتهم أنه سيحاربون العقلية المتطرفة كما كانوا يدعون أو الإرهابيين، فإنما هن كانت أساليبهم أساليب الرعب، أساليب الوحشية خارج القيم الإنسانية. فكان هدفهم إنهاء التاريخ والحضارة اللي كانت موجودة بهذه المناطق عبر تخريبهم
لكل الأماكن التاريخية وتدميرها بكاملة، كان هدفا من أهداف التدمير من النشاطات الداعشي. من الناحية الثقافية كانت تستهدف كل القيم الثقافية الموجودة المعنوية لدى المجتمعات، ومحاربة كل الأقليات والأديان والمذاهب اللي كانت موجودة بالمنطقة، سواء كانوا يزيديين أو المسيحيين. كل القيم والعقائد اللي كانت موجودة، اللي كانت العقائد معنوية، عقائد قيم مجتمعية، كانت من أهداف الداعش بالمنطقة.